السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلو everybody. مرحب بكم في درس جديد مع قواعد نطق اللغة الإنجليزية. والنهاردة يا جماعة هنتكلم في حرف محير شوية. ناس كتيرة بتتلخبط في الحرف ده، وهو حرف السي. أحيانا ينطق سين وأحيانا ينطق كاف. طيب امتى حرف السي ده انطقه زي السين أو الإس؟ لما بيجي وراه الإي والآي والواي. يبقى امتى السي انطقه حرف السين او انطقه زي الاس؟ لما بيجي وراه 3 حروف فقط، هو حرف الاي والاي والواي، يبقى انطقها في الحالة دي سين. نركز كده مع بعض ونبص على الكلمات اللي قدامنا. كلمة سنتر، كلمة سنتر، شايفين السي جاي وراه حرف الاي، ما قلتش كنتر، قلت سنتر. الكلمة اللي بعديها جاي السي وراه حرف الاي، تبقى الكلمة ايه؟ سينما. تبقى الكلمة ايه؟ سينما. اللي بعديها جاي وراه حرف الواي، تبقى سايكل، سايكل. تمام. برضو الكلمة اللي بعديها اللي هي دائرة، جاي بعد السي اي، تبقى الكلمة ايه؟ سيركل، سيركل. الكلمة اللي بعد كده اللي هي في المئة، كلمة سنت. تمام، لان السي هنا جاي وراها حرف الاي. يبقى هنا يا جماعه نطلع من القاعده بان حرف السي لما بيجي وراه 3 حروف فقط، لازم شرط اساسي عشان انطق السي سين، لازم يكون وراه حرف الاي والاي والواي. اذا لم ياتي بعدها او بعد حرف السي الاي والاي والواي، ففي الحاله دي بنطقها كاف على طول. زي كلمه كاميرا، كلمة كاميرا اللي هي كاميرا، كاميرا. كلمة يستطيع كان، سجادة، كاربت، كاربت. كلمة هادي كول، كرانك يعني ساعد او الساعد. لاحظوا ان هنا ما جاش لا اي ولا اي ولا واي في الكلمات كلها، وانت تقدر ان انت تدرب نفسك وان انت تشوف الكلمات وتركز وانت بتقرا الكلمه. لو السي جه وراها حرف الاي او الاي او الواي انطقها سي، غير كده بتنطق كي او حرف الكاف. يا رب تكونوا استفدتوا وعرفتوا قصة حرف السي، امتى بتنطق سين وامتى بتنطق كاف. واشوفكم ان شاء الله الحلقة الجاية في درس جديد وقواعد نطق جديدة في اللغة الإنجليزية. يا ريت يا جماعة لو استفدتوا من الفيديو يا ريت تعملوا سبسكرايب ولايك، تشتركوا في القناة عشان يجيلكم كل جديد في تعليم اللغة الإنجليزية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.